التيك توك تطبيق يتميز بشكله الرائع وفيديوهاته القصيرة، غير أنه يعطي الدماغ تركيزا قويا جدا ويساعد خلايا الدماغ على التجدد أسرع. مجتمع التيك توك مجتمع محافظ جدا، وده لأن من ساعة ما نزلته ما لقيتش واحدة بترقص أو أي شيء من هذا القبيل. ويتميز أيضا بلايفاته الخالية من التنمر والتهزيء والمحترمة جدا جدا جدا. خلينا مقتنعين ان التيك توك هو واعرف تطبيق نزل في مصر او في اي دوله عموما، بالذات الهند. وسبب كره للتطبيق ده ان مفيش حساب فتحته عليه الا واتحظر. حساب مونتاج انمي حظ، حساب ملخصات انمي حظ، حساب كوره حظ، حساب ليا حظ، حساب مش ليا برضه حظ، وهكذا 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 لحد ما لا كفايه كده. واللي خلاني ازهق منه اكتر اني بشوف المناظر ديت وكله بيشوف المناظر ديت، بس ايه ده؟ لا لا لا، دول ماشيين مظبوط المظبوط هو كده يعني. ها غير مجتمع التيك توك، لا ما اسمهاش رقاصه، اسمها فنانه، او الناس اللي بتعمل محتوى عليه او البلوجرز. بيت كوبرو عندك مثلا ده واحد عامل فيها متذوق للطعام واكتسب سمعه طيبه جدا جدا، وفي اشباه وخلينا متفقين ان اي تطبيق فيه ناس بيضان، بس ده التوب فيهم، جمعهم كلهم وجاي يصدرهم لنا. ايه ده؟ انت لسه ما حطيتش لايك؟ طب حط يا حبيبي، حط لايك يا بابا. ايه ده؟ انت لسه جديد وصلت معاه لحد هنا؟ اشترك يا بابا. لو ما اشتركتش براحتك خالص، بس ما تبقاش تزعل بعد كده. النقطة الوحيدة اللي قلتها بجد في أول فيديو هي المميزات. الابليكيشن فعلا مليان مميزات، زي إنك أول ما تفتحه تلاقي رول البلد أو فيفي عبده أو الواد ده أنا ممكن أعمل عليه فيديو لوحده هحلبه. أكبر ميزة فيه هي البثوث المباشرة، واللي الناس استخدمته بطريقة غلط تماما. حذر فذر استخدموه إزاي؟ برافو عليك، الشحاتة. يا الزعيم الله يكبرك. و60% من لايفات التيك توك بيندرج تحت اللايفات او المخله. وطبعا معروف ان التيك توك بيعمل نفسه اعمى. يجي شاب يدخل اللايف من دول مش عارف ليه، يلاقي واحده قاعده كده فيسخن، فيروح يتفرج على فيلم عشان يرضي غريزته الحيوانيه. بعدين يدخل يتفرج على لايف تاني، وبعدين فيلم تاني عشان يرضي غريزته الحيوانيه تاني. غير انه بيبوظ لك دماغك ايه؟ ده بيفشخ حالك، او مش هو اللي بيبوظها، الفيديوهات اللي فيه هي اللي بتبوظها. وده اللي طلع الترند اللي مفيش حد ما عملوش على اليوتيوب، تعفن الدماغ. نيجي بقى لموضوع الربح من التيك توك. انت كواحد فتحت حساب قبل كده، قول لي ايه هي طرق الربح غير اللايفات؟ هتقول لي التيك توك كريتور فاند او الافيليت ماركتنج او التسويق للبراندات. شايف بقى كل الطرق ديت حطها، لان كل ده معمول لناس مخضرمه او فاهمه التيك توك صح. انما انت كواحد عنده 16 او 18 او 20 سنه بتفتح حساب عليه عشان اول ما تتم ال 500 متابع تطلع لايف وتستنى حد يظرفك ورده ولا يحط في ميكروفون. شايف بقى كل الكلام اللي انا قلته ده لفه وارميه في الزباله، لان كل ده ما يجيش شعر في ترندات التطبيق ده. تلاقي كله حرفيا عايز يطلع عليه ترند، بس هتطلع ترند عليه ازاي؟ تشتر الذره مثلا؟ لا. طب تخترع دواء بيعالج السرطان؟ لا برضه. تطلع تهز؟ بالظبط، الله ينور عليك. الواد ده اكتشاف. انت حرفيا ممكن تطلع تضرب. ومبروك، بقيت من ال10 المختارين انهم يروحوا ياكلوا كفته في قصر الكبابجي. ومدمنين التيك توك بقى اوسخ من مدمنين او الناس دماغتهم بايظه. في واحد في دفعتي، هو مش واحد، هو كتير، بس ده اللي انا اتعرفت عليه. طول ما احنا قاعدين في الدرس، بص يا زوز، في متابع كمان جالي. وواحد تاني قبل ما نخش الدرس كان عايز ياخد يوزر قناتي القديمه، بس انا ما كنتش مستعد اديه لحد ساعتها فما رضيتش. فقال لي طب بتجيب مشاهدات كام؟ قلت له جبت في فيديو 10000. قام عامل لي كده وطلع لي حسابه فشيخ بالنسبه له اللي على التيك توك عشان يوريني ال 20000 مشاهده اللي جابها في حسابه على التيك توك. وانت ما تدورش على 10000 مشاهده عشان الكلام ده في قناتي القديمه، ايام فيديوهاتي القديمه البضينه. ولاي حد مدمن تيك توك عندي جدول عشان تسيب الخرا ده، تبدا تشوف حياتك وتطلع تشم لك هوا. عارف ليه؟ بس المهم، عندك موهبه، شايف نفسك في التمثيل، ولو طلعت على مسرح هتعمل عظمه. لكن المشكله ان مفيش حد معبرك. ما تزعلش نفسك، عندك تليفون بكاميرا وجمع لك 2 3 من صحابك السرسجيه ومبروك، تقدر دلوقتي تعمل فيلم تيك توك وتستخدم الساوند ده في كل قطعه. مش تحاسب يا حمار انت؟ انا هضرب 10. ايوه حمار وزبال كمان. انا هضرب 10. افلام التيك توك دي حاجه غريبه جدا. هي ممكن تبقى اي حاجه غير ان هي تكون افلام. ممكن تكون بصري مثلا. بص، عارف وانت في الحمام، عارف الحزق اللي بتعمله وانت في الحمام؟ هو ده مبدا افلام التيك توك. وعندك برضو افلام الواد الفشيخ اللي البنات كلها هتموت عليه، وفيلم الواد المقرح الكحيان اللي البنات برضه هتموت عليه. ما تعرف الاشكال ده؟ ما لا طبعا ما اعرفش ايه الاشكال دي. وفيلم الواد الحكيم اللي البنات برضه هتموت عليه. بابا احنا كده مش هنشوف جدو تاني؟ انا هضرب 10. لو كنت فاكر نفسك انك هتاخد حقك من الورث ده زيك زينا تبقى مجنون. انا هضرب 10. يعني لازم يكون في بنات في الموضوع. معاكوا سلوى الميتيري وبيجيبوا مشاهدات بالملايين. مشاهدات انا لو خلصت مسيرتي على اليوتيوب او اي منصه مش هجيب نصها. يعني لو في تلت منهم بيحب فيديوهاتهم هتفشخ في التعليقات. بس زوم لي كده، زوم تاني،
يا نهار طين، ده الجيار، ودي افلام الجيار، وده الجيار دلوقتي. ياه كم هذا الرجل عظيم. خلصت الفيديو يا حبيبي؟ اكيد بقى انت كنت هتسيبه وتروح. ما اصل البني ادم اللي ورا الفيديو ده ما طلعش ميتين ابوه وهو بيعمله مثلا، ولا فشخ نفسه عشان يعمل لك السكريبت والمونتاج. عادي عادي يابا، ولا يفرق معايا. بس خد هنا، خد لو عايز تخليني ما احسش بالتعب اللي عملته على الفيديو، ولا عيني اللي هتحتاج نظارات قريب، ولا الوقت اللي بحشر نفسي فيه عشان امنتج مع ان ورايا مذاكره، حط لايك. شايف سهله ازاي؟ حط لايك، وده زرار الاشتراك، اشترك عشان تنضم لعيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه. وده فيديو برضو جامد، روح شوفه، ولو مش عايز تشوفه براحتك خالص، بس ما تبقاش تزعل بعد كده.